السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، لبس عليكم هانيين على خير. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو ديالي هذا في احسن الاحوال وفي احسن الظروف. اليوم عالم جديده جابت لكم الجديد، بغيت نشارك معكم الكرعين باللوبيا. ولكن قبل ما ندوزو الوصفه، البنات اللي اول مره كيزوروا القناه فضلا وليس امرا يدعموني باللايكات وبسبسكرايب ويضغطوا على زر الجرس باش يبقى يتوصلوا باي جديد، وبارطاجيو هذا لا فيديو مع الاحباب ومع الاصدقاء ديالكم. والناس اللي دخلوا جداد عندي في القناه انا كنشكركم بزاف 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 من اعماق قلبي. وخلاص البنات اللي صحاباتي وقدام معايا وكيخليو لي تعاليق زوينه كنشكركم حتى هما، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. و يلا دابا نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. هنا كما كيبان لكم غنشارك معكم اليوم الوصفه ديال الكرعين. من بعد ما غسلتهم مزيان ورقدتهم واحد ساعه ديال المكانه في الماء والخل، يعني الا كنتم مزروبين بهم. انا درتهم ساعه، اللي ما مزروبش بهم يخليهم ديك ساعتين. المهم عندي هنايا اللوبيا حتى هي بيتها في الماء، وعندي تمايا جوج بصلات متوسطين مفرومين، وعندي هنايا الزيت مخلطه ما بين الزيت الروميه والزيت البلديه، والثوم عندي هنايا كركوبه ديال الثوم، وهنايا قزبر ومعدنوس شي 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. اما التوابل عندي هنايا الكركم، عندي سكنجبير، الملح على حسب الذوق، وعندي التحميره الفلفل الاحمر، وعندي هنا القزبر يابس مطحون، وعندي شويه ديال نص معلقه ديال الكمون. المهم نبداو ان شاء الله الوصفه ديالنا على بركه الله. دابا غناخذوا الاناء اللي غادي نحضروا فيه الكرعين ديالنا. انا غادي يلا بسم الله على بركه الله. ناخذوا الكرعين غنديروهم في الكوكوط، وغادي نزيدوا عليهم 2 بصلات مفرومين، وغنزيدوا الثوم يعني صحيحه، وناخذوا ربيع قزبر ومعدنوس، وعندي هنايا العطريه. التوابل غنزيدهم كلهم في مره، والزيت غنضيفوا الزيت على الكرعين ديالنا. من بعد ما زدنا العطريه التوابل ديالنا والبصله وهذا، غادي نزيدوا الماء الكافي فاش غادي يطيبوا ان شاء الله بحول الله. هنايا زدت الماء الكافي فاش غادي يطيبوا لي الكرعين ديالي، غادي نحرك باش تنسجم ليا مع التوابل، وغنغطي الكوكوط غنسد عليها حتى نحس بالكرعين بداو يطيبوا شويه. عاد غادي نزيد اللوبيا. من بعد ما طابوا ليا الكرعين ديالي نص طيبه، دابا غادي نزيد ان شاء الله اللوبيا، وغادي نسد عليهم الكوكوط باش طيب لي حتى هي اللوبيا، ونخليكم عاوتاني ان شاء الله حتى التقديم النهائي. صافي دابا غنسدو على الكوكوط ونديرو هادشي كلشي ان شاء الله يطيب، وخليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر ديال لا فيديو. الطبق ديالنا ديال الكرعين باللوبيا ها هو كما كيبان لكم، ها هو وجد جات صراحه جا معلق ولذيذ. ونسيت ما قلتش لكم على زعفران حر، انا ما درتو حتى للتالي. وكنتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. وهذا الطبق هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم عاوتاني الكرعين بالحمص اللي كيجيو حتى هما رائعين بزاف. البنات يعني البنات او الرجال حتى الرجال تبارك الله راه عندهم ما يتقال في الكوزينه. ان شاء الله غنشارك معكم في شي فيديو قادم بحول الله. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم. وكنتمنى لكم حظ موفق وبصحه وراحه ان شاء الله. والى فيديو قادم فكره جديده ان شاء الله او فلوق جديد اللي سهل فيه الله تعالى. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله.